السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير كتير. النهارده ان شاء الله جيت لكم بفيديو جديد، بس طبعا ما تنسونيش بقى في اللايك الجميل منكم، واللي لسه ما اشتركش ينزل يشترك ويفعل زرار الجرس عشان يوصل له اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني قوي قوي بجد والله وحشتوني. طبعا انا كنت موعداكم ان انا انزل الفيديو ده تاني يوم ما عملت اخر لايف، بس بصراحة انا يعني والله ما فضيت خالص خالص. فالمهم بقى خلاص نزلنا الفيديو بقى بتاعنا النهارده. ان شاء الله كده فيديو يكون حماسي بالنسبه لي وبالنسبه لكم. طبعا بصوا انا قايمه على الترويق على طول، يعني الاوضه دي انا كنت مستحلفه لها بصراحه. عايزه اقول لكم الاوضه دي هي اللي بتغلبني في الشقه، الاوضه دي هي اللي بتتكركب وتتبهدل بسرعه، مع اننا احنا ما بنقعدش فيها. وتقريبا يعني ممكن ننام فيها كل قد ايه وقد ايه يعني. يعني عايزه اقول لكم هو ممكن محمد هو مثلا ساعات ينام فيها. ساعات ممكن مثلا حمزه في نص اليوم، بيري في نص اليوم كده، بس كده. انما غير كده ما حدش بيخشها. وممكن نقعد بالاسبوع ما حدش يجي جنبها يعني. بس طبعا بتتكركب بقى من الغسيل. بيري قلعت هدوم مثلا الدرس تحطها على السرير. طلعت حاجه من الدولاب لا مش تلبسها، تلبس حاجه غيرها تركنها كده. اي حد معاه اي حاجه يحطها على السرير، عارفين انتوا بقى اللي هو ايه، اللي هي مش عايزاها تبقى اوضه الكركبه، والله مش عايزاها تبقى اوضه الفيران. فالمهم ايه، قلت لا بقى، انا قلت لازم هدخل على الاوضه دي بصراحه، عشان خاطر ايه، اروقها بقى واشيل كل الكركبه وكل الشنط وكل الحاجات اللي هي مبهدلاها دي. بدات بقى كده طبعا اشيل الغسيل، هي غسيل غسيل غسيل. الغسيل بقى الحاجات النظيفه دخلتها الدولاب وعلقتها، والحاجات اللي عايز تتعلق على الشماعه برضو علقتها. وجيت هنا ده انا كنت مطلعه كيس كده او اسمه ايه، مفرش بلاستيك او مشمع، ايوه ايوه مشمع. ده كنت مطلعه من تحت السرير يعني. بطلعه كده مثلا في الشتاء بحطه تحت المرتبه، علشان خاطر لو المطره مطرت ولا حاجه وانا ناشره مثلا ومش عايزه الم الغسيل، ما لحقتش مثلا المطره مطرت فجاه ايا كان يعني السبب. بقوم ايه مغطياه يعني الغسيل. فالمهم لقيته كده مكلكع تحت المرتبة، ففردته ونزلت المرتبة تاني تمام. وبعد كده هبدأ بقى اعمل ايه، الكوفرت اللي انا حطاها دي. طبعا الاوضه دي بتبقى منوره جدا يعني زيها زي بقيه الاوض بصراحه. فطبعا اللي بينام فيها ما بيعرفش ينام بسبب الضوء. زي ما قلت لكم محمد بينام في الاوضه دي كده. لاني عايزه اقول لكم اني في المدرسه بيري الحمد لله يعني حد من اصحابها كده خوفها. بقى يحكي لها عارفين انتوا حكايات مرعبه جدا بجد والله. هي جت لما حكت لي الحكايه انا اترعبت بجد، انا اللي اترعبت من الكلام اللي هم بيقولوه. فطبعا بيري كانت بتحكي، وطبعا حمزه قاعد وسامع، فطبعا هو كمان خاف. فبجد مش عارفه بجد والله العظيم اقول ايه. اطفال يعني يعني اللي حكيت لها دي كده اتنين من اصحابها في سنها يعني اطفال. انتوا ازاي بتجيبوا الكلام ده، ازاي بتحكوا الحكايات دي، ازاي بتخوفوا اصحابكم؟ فبجد الموضوع ده كان عامل مشكله، وكان عامل مشكله على جروب المدرسه، وكل الامهات اتكلمت. لان طبعا بقت كل واحده تحكي للتانيه، طبعا دي حكت لي ودي حكت لي. فعايزه اقول لكم بقى ان بيري من ساعتها مرعوبه. الحمام تخشوش لوحدها بتخاف جدا، لازم اقف لها. طبعا مفيش طبعا بقى نوم لوحدها خالص، لازم بقى طبعا تبقى نايمه معايا. فعلشان كده باخدهم بقى يناموا معايا، لان هم طبعا خايفين من الموضوع. طبعا الحكايه اللي هي كانت محكى يعني كانوا حاكينها لها يعني في المدرسه. فعشان كده ايه، لا محمد بقى خلاص قال لي هنام انا هنا وناموا انتوا ايه مع بعض جوه يعني. فجيت بقى زي ما قلت لكم كان حاطط كده الكوفرته مغطي الشباك. فطبعا انا بقى الكوفرتات هفرشها على السرير. فقلت طيب اعمل ايه، فجبت بقى الملايه اللي من تحت دي كده مؤقتا يعني حاططها من تحت الستار يعني. هي اي نعم شكلها باينه وكده، بس يعني آم، هي في الاوضه جوه متداريه، ما حدش بيخش الاوضه دي، بس انها بتحجب الضوء بصراحه. طبعا الاوضه دي طبعا عايزه ستاره، الستاره دي من الستاير بتاعتي بتاعت الشقه القديمه. فطبعا عايزه ستاره. فيعني واحده واحده كده ان شاء الله يعني قلت ايه، هجيب لها ستاره. يعني ما كانش في الحسبان بصراحه، لان ما كانش حد بينام في الاوضه دي. فقلت لا ان شاء الله باذن الله هجيب لها ستاره، تبقى ستاره كمان تقيله كده عشان خاطر ايه، تحجب الضوء. وعملت السرير الاولاني وفرشت الكوفرت عليه. عايزه اقول لكم بقى ان انا اكتشفت ان انا ما عنديش دفايات اطفال.
اللي هو المفارش القطيفة دي الدفاية دي بتاع سرير أطفال، لأ ما عنديش بصراحة. فبرضه دي من الحاجات برضه أنا عايزة أجيبها، كذا حاجة كده عايزة أجيبهم يعني. فقلت إيه خلاص هافرش الكوفرتة دلوقتي بتمسك برضه الملاية، لأن الملاية دي اللي بيقعد عليها وبينزل بياخد الملاية والمرتبة، بياخد كل حاجة معاه وهو نازل بصراحة. فالملاية ما بتبقاش مفروشة أصلا. فقلت لأ خلاص هافرش عليها كوفرتات بصراحة بقى، مسكتها ماسكة حلوة أوي يعني، اللي ينام ويقوم السرير زي ما هو بصراحة. ففرشت بقى كده الكوفرت على السرير الاولاني، وبعد كده دخلت على السرير التاني. واللي هناك دي الحافظه، كنت ماسكه انا دلوقتي الحافظه بتاعه اوضه الركنه. كنت غسلاها بصراحه، كانت متبهدله جدا جدا. فكنت غسلاها ولميتها يعني وطبقتها. وقلت ايه هبقى امسح اوضه الركنه بالمره وهفرشها يعني ايه الحافظه على طول يعني. لان مش عايزه افرشها كده، عايزه امسح الاوضه بالمره يعني، بس طبعا مش هعملها النهارده. الا النهارده ايه قلت همسك اوضه الاطفال بصراحه، هروقها ترويقه كويسه وهبدا اكنسها وكده. ومسحت برضو الظهر بتاع السراير. هي ما فيهاش اي حاجه خالص الاوضه غير حته الارض اللي انا واقفه بينها دي، بين السريرين دول. حته الارض اللي انا واقفه عليها دي بس، هي دي اللي انا بكنسها وبمسحها. وبمسح ظهر السراير وبمسح كده الحيطان، عشان لو في اي ترابه ناعمه او اي حاجه. وخدت بقى الحفاظات بقى هدخلهم ايه في الاوضه التانية عند الدولاب كده، جنب الدولاب بتاع اوضه النوم في مكان كده احطها فيه لحد ما اعمل اوضه الركنه وافرشها يعني. وبعد كده بقى جبت المكنسه بتاعتي، وهبدا ان انا ايه اشفط كده التراب اللي في الارض على اللي هي المشايه اللي بين السريرين يعني. بصوا بقى، مش قادره اقول لكم انا كنت مبسوطه قد ايه بصراحه بشكل الاوضه وبمنظرها. لا بجد كانت مبهدله قوي او مكركبه، هي كانت مكركبه. فكانت عامله لي عارفين انتوا حاله نفسيه كده، اللي انا كل ما اعدي كده من قدامها لانها في الوش انا على طول يعني، حتى بابها ما بيتقفلش، الباب بتاعها طبعا عشان السرير طالع لبره ما بيتقفلش، فطبعا لازم اشوفها كده واتباهى بيها. فطبعا بقى دلوقتي بصراحه شكلها بقى حلو جدا، وبقت ايه بقى اتنظمت وكده. المهم بقى دخلنا بقى على المطبخ بقى علشان اني احضر احلى سريلاك لاحلى عموري في الدنيا. طبعا عمر دي اول حاجه ياكلها. فجبنا له كده بقى سريلاك، فايه قلت ان انا هعمل له سريلاك، ده كان اول مره ياكل. فقلت ايه محمد جاب له السريلاك، فقلت ان انا هعمله له. طبعا انا بقى مش عارفه بيتعمل ازاي، ناسيه بصراحه يعني هو بيتعمل ازاي. ف يعني كنت فاكره، انا عارفه ان هو بيتعمل بالميه يعني بالميه عادي. او بلبن الام، او لو حد بيرضع صناعي بيبقى باللبن اللي هو الصناعي يعني. بس انا لو بالميه فقريت ان هو لازم تكون الميه مغليه من قبلها يعني. فطبعا انا ما كانش عندي ميه في الكاتل المغليه، فغليت بقى ايه ميه في الكاتل وهسيبها انها تبرد. ودلوقتي بقى جبت الطبق الصغنوني قوي ده، لان انا احط له يعني اللي هو معلقه كده كبيره. يعني معلقه بس كده علشان هجرب اشوف هياكل ولا لا، مش عارفه ايه، لان الكميه لما طبعا بتقعد ما ينفعش ان انت ايه ترجعي تديها تاني للبيبي يعني. فعشان كده انا بعمل كميات صغيره جدا 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 يعني، هي معلقه بس كده يعني. الوجبه بعملها له هي المعلقه. المهم انا دلوقتي كنت بادئه معاه بالسريلاك، بس طبعا وانا بقى بسجل لكم صوت على الفيديو. اكلته بطاطس مهروسه، واكلته جزر مهروس، واكلته السريلاك وكده يعني. فيعني واحده واحده ان شاء الله، عايزه برضو اعمل له اكلات كده بتاعت الاطفال كده، حاجات كده تبقى خفيفه طبعا على المعده. فقلت بقى خلاص اعمل له بقى السريلاك النهارده. انا حطيت بصوا معلقه، هي حطيت معلقتين من الصغيره دي لان تقريبا تعادل يعني معلقه كبيره، فحطيت ايه معلقتين منها. وبعد كده ايه هنزل بالميه بتاعتي واحده واحده. انا طبعا الميه سبتها بردت، وبعد كده ايه هبدا ان انا احطها على السريلاك بتاعي. طبعا اتفاجئت بقى ان هو عجب حمزه جدا. فطبعا بقى الكميه اللي بقت تتبقى مني خلاص بقيت اخلي حمزه ياكلها، لان حمزه عجبه. ساعة بري بقى بصراحة لما كانت بري صغنونة كنت باكلها السريلاك، الكمية اللي كانت بتبقى كنت برميها بصراحة، لأن أنا ما بحبوش، ما بحبش أكله. فطبعا كان اللي بقى مني كان بيترمي. فدلوقتي لأ الحمد لله اللي بيبقى مني حمزة هو بياكله. فجهزت بقى كده للأستاذ عمر السريلاك بتاعه. وبعد كده هروح علشان خاطر ان انا اكله. بس شايفين بقى الكميه صغنطوطي خالص، لانه ايه اول مره ياكل، فلازم تبقى الحاجه ايه كميه صغننه كده ايه بتاعته يعني. بعد كده بقى ايه هنا كنا بقى بنتناقش انا ومحمد وبنتفاوض على كيس السريلاك ده، يا ترى نفضيه ولا نخليه كده. انا كنت عايزه افضيه، ويقول لي لا خليه في الكيس. انا اقول له طب افضيه في علبه، يقول لي لا خليه في الكيس، ده يمكن الكيس ماده حافظه
حافظه ليه او كده. فقعدت اقول له لا، ده يعني اكيد لا طبعا، يعني اكيد الماده الحافظه بتبقى فيه هو، او لا، يعني الكيس ملوش لازمه. هو الكيس هنا ان هو ايه، يحطوا فيه الحاجه عشان ما تقعش. انما انا لا، عايزه افضيه في علبه يبقى اسهل لي ان انا اخد منه يعني. فالحمد لله المشاورات والمفاوضات وصلت ان انا خلاص هحطه في علبه، وتبقى سهله بالنسبه لي بقى. حاطه العلبه دي على التوابل قدامي، اللي هي التوابل الدواره دي. ولما عاوز بعمل له خلاص. مش هعمل سيرات، ممكن اعمل اي خضار او كده يعني. انا لسه ما دخلتلوش الفاكهه يعني. لسه ان شاء الله عايزه ايه اعمل له فاكهه وادخلها له في الاكل يعني. بس كده. تعالوا بقى نعمل الغدا النهارده، العشاء يعني زي ما يجي بقى. بصوا هنعمل ايه النهارده. هعمل معاكم حاجه جديده. هعمل آه طاسه السجق بالجبنه. يعني بصوا حاجه بقى كده، بيقولوا بقى في محل بقى في اسكندريه مشهور بيها وبيبيعها وطعمها جميله طبعا احنا فين واسكندريه فين طبعا. فقلت ايه بقى المانع ان احنا نعملها ونجربها في البيت. انا هنا حتى الطاسه بتسخن طبعا، من غير بصوا اي مواد دهنيه ولا اي حاجه. وقطعت السجق. ويعني بصوا اهي الطاسه سخنت اهو. هو ده الصوت اللي احنا عايزين نسمعه، من غير اي حاجه خالص. هو كفايه الدهون اللي فيه. تمام. وبعد كده هبدا ان انا انزل بالسجق بتاعي كده اهو. بصوا هو دلوقتي بقى ايه، هينزل الدهون بتاعته اهو. شايفين؟ ده كده تقريبا نص كيلو من السجق، بس يعني ناقص منه حوالي 3 صوابع كده للامانه يعني. كنت عامله بيتزا فكنت واخده منه 3 صوابع. فده بقت ايه بقى النص كيلو بتاعنا. وهنا الناحيه التانية عامله مكرونه محمره. حمرت المكرونه وحطيت لها بقى الميه بتاعتها. انا بعملها بميه، ما بنعملهاش بشوربه، بميه خالص. و هسيبها بقى انها ايه تتشرب وتستوي براحتها. وهنا بقى نشتغل في السجق بتاعنا. بصوا بقى هنعمل النهارده حاجه بقى اسمها طاسه السجق. زي ما قلت لكم ده محل كده مشهور في اسكندريه. بصراحه ما دقتهاش طبعا من عندهم خالص. بس شفت الوصفات بتاعتها كتير بصراحه، فعجبتني. قلت طب وايه المانع ان احنا نجربها. انا على طول بعمل السجق يا اما متشوح كده، يا اما ان انا بعمله بالبصل والطماطم وكده. بص انا هنا كنت بوريكم كميه الدهون اللي نزلت منه. فعشان كده يا جماعه السجق ما تحطلوش اي ماده دهنيه خالص وانت بتعمليه، ولا بتشوحيه ولا بتعمليه بالطماطم والبصل والفلفل ولا اي حاجه. هو بينزل كل الدهون اللي فيه، وما شاء الله بيبقى متغذي كده ايه من الدهون. شوحت بقى كده بقى. بصوا السجق، انا عايزه اقول لكم الطريقه الاصليه، وعايزه اقول لكم الطريقه اللي انا عملتها. تمام. الطريقه الاصليه ان هما بيشوحوا السجق كده، وبعد ما بيشوحوه بينزلوا عليه بالصوص اللي احنا هنعمله مع بعض. تمام. بس كده، هو كده وخلاص. انا بقى لا، انا بقى عملته ايه، شوحت السجق. بعد ما تشوح كده، ورحت بعد كده كنت مقطعه بصلايه صغيره نزلتها عليه، وهنزل عليه فلفلايه صغيره، وهنزل عليه طماطمايه صغيره. تمام. انا عملت عليه نفس المكونات اللي انا بعملها في السجق العادي. يعني انا برضو قلت انها هتدي طعم حلو، بس هي الوصفه الاصليه بتتعمل من غير البصل ومن غير الفلفل ومن غير الطماطم. دي الوصفة الأصلية بتاعة الأكلة دي. بس أنا حطيتهم قلت إيه، لا أنا يعني دول أصلا مش هيدوا طعم وحش، هيبقوا طعمهم حلو كمان. يعني عارفين البصل والطماطم والفلفل دول لما بتضيفهم لأي حاجة بتدي طعم. يعني حتى كباب الحلة ده احنا بيبقى إيه، مثلا كيلو لحمة عليه مثلا كيلو بصل، بس كيلو بصل فطبعا بيبقى كتير. بس هو اللي بيحلي الأكلة. فأنا قلت لا، هو هيحليها مش هيخليها وحشة يعني. فعملت السجق عادي زي ما أنا بعمله. تمام كده. والناحيه التانية المكرونه بتاعتي اتشربت، وبعد كده ايه قلبتها تقلبتين كده، وهوطي عليها خالص وهسيبها انها تكمل السوا بتاعها. بصوا بقى السجق اهو خلاص كان كده خلاص استوى. انا ما حطيتلوش اي حاجه خالص، بحط له رشه فلفل اسود بس، ويبقى عليه كل حاجه، الملح والتوابل وكل حاجه. تمام. بصوا دلوقتي بقى المفروض ان احنا هنعمل الصوص بتاع الطاسه اللي احنا هنعملها دي. بصوا هو الصوص هو تقريبا زي صوص البشاميل. تمام. انا ايه، ما كانش عندي لبن. تمام. فكان عندي شويه البشاميل دول في الفريزر فطلعتهم، وهزود عليهم الاضافات بتاعتنا. طيب انت ما عندكيش الصوص ده هتعملي ايه، او ما عندكيش البشاميل، او ايه هو الصوص؟ طيب قولي لنا. بصوا هتجيبوا معلقه من السمنه،
وهتحطوا عليها معلقه من الدقيق او معلقه من النشا، ده او ده اي حاجه انها تربط معاكي الخليط. تمام. وهتبداي كده تشوحيهم وتقلبيهم، وبعد كده هتنزلي باللبن بتاعك لحد ما يبقى القوام لا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي. تمام. القوام كده بيبقى ايه، بيبقى إيه، وسط شويه. وبعد كده بتنزلي عليهم بقى بالجبن بتاعتك، هي دي بقى التكايه، تكه الجبن بقى. انا هنا كنت حاطه جبنه موتزاريلا، وحاطه جبنه شيدر، وحاطه جبنه مثلثات. طبعا تقدري تحطي بدل الجبنه المثلثات جبنه اللي هي الجبنه المربعات دي او الجبنه الكريمي، بس هي دي الجبن اللي كانت عندي. تمام. وبعد كده انا نزلت عليهم كمان بشريحتين من الجبنه الرومي. يبقى الصوص دلوقتي خلاص احنا عرفناه، معلقه من السمنه هنزل عليها بمعلقه من الدقيق او معلقه من النشا، وهقلبهم كده شويه. وبعد كده هنزل بقى بكميه اللبن بتاعتي عشان اظبط القوام. لو عندك حبه كريمه برضو حطيها، كريمه لباني برضو هتبقى تحفه. انا زي ما قلت لكم انا عندي اللي هو البشاميل الجاهز دول، فطلعته وخليته يفك كده ونزلت عليه بالاضافات. طبعا الجبنه الموتزاريلا هتسيح، والجبنه المكعبات او الجبنه الكريمي او الجبنه النستو هتسيح، ما عدا الجبنه الشيدر بتاعتي ما ساحتش. طبعا فاكرينها لما كنت شاريها في المشتريات بتاعت الشهر اللي فات، كان اخر حبه دول محطوطين في التلاجة، انا مش عايزه جنبهم، انا مش حباهم، فقلت يعني خلاص بقى نحطهم على البشاميل اللي بقى هيسيحوا مع السخونيه. ابدا ما رضيت تسيح ابدا، حديد وبعيد ما انا هسيح خالص والله العظيم، كل الجبن ساحت ما عدا هي. فقلت خلاص بقى مش مشكله، الحمد لله خلصت منها ومش هكررها تاني، مش هجيبها تاني ابدا. فبصوا بقى الصوص اهو بقى كده، الصوص جاهز معانا وبقى زي الفل. طبعا لما تيجي تعمليه بقى دوقي الاول قبل ما تحطي اي ملح، وبعد كده ايه لقيتيه يعني متظبط خلاص ما تحطيش، لقيتي الملح بتاعه عايز سيكه بسيطه حطي. ونزلت بقى بشريحتين جبنه رومي، يعني بصوا يا نهار جبن بقى، يعني انا حاطه موتزاريلا وحاطه شيدر وحاطه رومي وحاطه جبنه مثلثات. الصوص بقى غني وطعمه تحفه. طبعا بقى لو عندك كريمه لباني حطي، عندك قشطه كده زيدي، يا سلام. المهم بصوا بقى عشان الخطوه دي ما جاتش في التصوير، فالمهم انا كنت فاكره ان الكاميرا مفتوحه يعني. هحط بقى دلوقتي الصوص اللي احنا عملناه ده، هصبه على السجق. بصوا انا صبيته على السجق. هي اسمها يا جماعه طاسه ليه؟ لانها بتتقدم في طاسه، انت بتجيلي كده في طاسه. فطبعا انا ما عنديش طاسه ومش هقدمها في الطاسه الوك الكبيره دي، فالمانع جبت صينيه بتاعت البسبوسه بتاعتنا، مش اي مشكله، ناقص لها الايد بس يلا مش مشكله، هنمشيها على انها طاسه. وبعد كده حطيت فيها السجق وبس كده. هي ما بتحطش على وشها جبنه موتزاريلا، ما بتخشش الفرن، بس انت لو عايز تحطي الاضافات دي مفيش اي مشكله، لان في ناس بيعملوها يحطوا على وشها جبنه موتزاريلا ويحطوها تحت الشوايه كده، بس انا استكفيت بكل الجبن اللي انا حطاها دي وبس كده. ورشيت على وشها رشه فلفل اسود وحبه بابريكا كده صغيرين، وخلاص كده. فانا قلت لكم الطريقتين، قلت لكم الطريقه الاصليه اللي بتتعمل من غير الطماطم والبصل والفلفل، والطريقه اللي انا عملتها اللي هي بالطماطم والبصل والفلفل. بصراحه كانت طعمها روعه وخطيره جدا. وهناك لما بتروحي بتتقدم مع العيش الفينو كده، فاحنا برضو كنا جايبين فينو. وبصوا بقى الجمال والطعم، بجد كانت طعمها تحفه. الصوص ده كان جامد حلو قوي. طبعا انا عملت جنبها المكرونه المحمره. وبس كده كان العشاء بتاعنا النهارده، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. متنسوش بقى تحطوا لي لايك، ومع السلامه.